السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده راجعين بوصفة سهلة وبسيطة، زي دايما وصفاتي واسم قناتي منوعات واكلات سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين. الشهر عدى هو علينا اهو، شهر رمضان الكريم. طبعا العشر ايام بقى اللي هم بتوع الاخر دول بيبقوا ايه؟ الكحك والبسكوت والغريبة والبدفور والحاجات الحلوة. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا جبت 2 كيلو دقيق. ال2 كيلو دقيق دول انا هعملهم كحك. هاتي كحك، هاتي ايه دقيق يكون مخصص لجميع الاغراض او للكحك والبسكوت، يعني بيبقى مكتوب عليه كده. انا جايبه كيلو ب 27 جنيه حسب ايه النوعيه اللي انت عايزاها. الكيلو الدقيق بياخد 600 جرام سمنه، اي نوع سمنه انت عايزه تحطيه، زبده بس لازم ايه، الكيلو ليه 600، يعني تزودي شويه ايه عن النص كيلو، علشان ايه الدقيق لو شرب ولا حاجه. ونفضل نبصي اهو حطينا السمنه. انا بحب دايما اعمل الكحك، الخطوه اللي انا ما عملتهاش معاكم ان انا دايما بحب اعمل الكحك ايه، بسمنه تكون مقدوحه. ليه بقى؟ عشان عامله 2 كيلو يعني، ايوه مش كتير، بس انا بحس كده السمنه المقدوحه الريحه بتبقى حلوه قوي. ما بحبش اعمله على البارد. انا قدحت السمنه ورحت ايه نازله بيها على الدقيق وقلبته كده باي حاجه عندي عشان ما يبقى سخن. وبصوا اهو ابس، شايفين ما شاء الله؟ شايفين العجينه اصلا اهي لسه ما بسيتهاش، بس شايفين عشان ده دقيق مخصص للحلويات او للكحك والبسكوت. تحسي بصي اهو لسه ما بسيتوش وايه وشارب السمنه. الدقيق العادي اللي هو السايب ده، ما بصي مهما تحطي له سمنه ما بيشربها، ما بيبانش عليه، يعني عن تجربه انا جربته كده. هاتيه في القراقيش بس اللي هو الدقيق السايب ده اللي هو عند العطار، وتفضلي كده تبسي اهو في العجينه اهو. اهو بصي اهو كف ايدك كده. كلنا ستات بيوت شاطرين وممتازين، بس للي ما بيعرفش يعمل وللمبتدئين. اهو هفضل بقى ابس فيه كده اهو، ابس كده على كف ايدي لحد ما الم العجينه من تحت لفوق اهو، عشان لو في دقيق ولا حاجه تحت. وبعدين بقى ايه، الكيلو دقيق ليه معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه ايه، ومعلقه صغيره برضو خميره فوريه. انا الخميره فوريه جبت الكيلو دقيق ليه معلقه سكر كبيره، وليه كوبايه ميه تكون دافيه، وحطيت الخميره بقى بتاع مقدار ال2 كيلو، وسبتها شويه ايه لحد ما بس الكحك كده، واجي نازله بقى عليها وتنزلي شويه شويه عشان مقدار الميه برضو حسب نوعيه الدقيق اللي عندي. هنبس كده هنبس، وبعد ما بسوا بقى ارجع لكم عشان ايه نحط مع بعض. طبعا انا حطيت في الدقيق ايه، حطيت معلقتين بيكنج باودر، وحطيت كيس فانيليا، وحطيت ريحه كحك، وحطيت السمسم. حطيته ايه، انا جبته سمسم ابيض وحطيته في السمنه وهي بتتقدح. لكن لو انت ما بتقدحيش السمنه الخطوه دي وهتحطيها على البارد، يبقى تجيبي السمسم محمص من عند العطار، او انت تحمصيه تطلعي الرطوبه اللي فيه. خلاص كده يا ولاد، يلا لايك بقى يا ولاد وشير ومتابعه، ما تبخلوش عليا. كل سنه وانتم طيبين. عيدوا عليا بالمتابعه وبالاشتراك في القناه، سواء صفحتي على الفيسبوك او قناتي على اليوتيوب منوعات واكلات سهله وبسيطه. بصوا حبايبي، خلاص كده لميت العجينه اهو. حاولي تلميها اهو، لميناها اهو كده. خلاص هتتلم العجينه واسيبها ترتاح ربع ساعه. الكحكه اول ما نقطعه قطعي بقى انت هتعملي، بصي اهو سهل جدا تقطيعه. بصي العجينه ما شاء الله اهي، تعمليها كده اهو. انا اهو اللي هو الخميره والسكر فاض مني شويه عشان الميه، يعني مش عايزاها تبقى كتير عشان يبقى دايب. كل ما تكتري له الميه مش هيبقى دايب اهو. هدا بصي بتعمليه ازاي اهو كده ما شاء الله اهو. لقيتيه كده ولا حاجه ومشرخ منك، حطي له ايه اهو كده، تحطي من ايه تعمليه شويه كده، تعمليها كده شويه. هو لسه كل ما العجينه ترتاح مش هيبقى باين عندنا التشققات دي. ونيجوا عاملينه كده اهو، وبالبصامه تبصمي او بالمنقاش او باللي هي المكنه بتاعه الكحك ايا كان يعني. بص العجينه ما شاء الله. واحلى كحك هتاكلوه مني بقى نسويه بقى اول ما نقطعه نسويه، بس هنسيب العجينه ترتاح شويه واوريكم احلى كحك باذن الله من ايدي، منوعات واكلات سهله وبسيطه. بس كده نسيبه بقى، تبقوا احلى تاكلوا احلى كحك من ايدي، منوعات واكلات سهله وبسيطه. كل سنه وانتم طيبين. العيد يا احنا يا بسكويت. الله بصوا ما شاء الله حاجه كده روعه. شايفين يا جماعه؟ شايفين بقى ايه 2 كيلو دي عملوا لنا شويه كحك كده محترمين بقى. شوفي الكيلو بره بكام، ب 250 وب 300. انت شوفي بقى تكلفه بسيطه خالص هتعملي احلى كحك ممكن تاكليه من ايدي، منوعات واكلات سهله وبسيطه. طريقه سهله جدا للكحك. جربوا بس الطريقه والوصفه وان شاء الله هتعجبكم. ما تسكروهوش كله، سكروا حسب ما انتوا هتاكلوا بس، طالما كميه وهيقعد عندكم. احلى كحك. بصوا دايب عامل ازاي ما شاء الله، يعني حاجه كده اللهم بارك. شايفين قلبه؟
شايفين التسويه بتاعته. انتوا لما تيجوا تسووه سووه على فرن درجه حراره 180، وحطوه في الرف اللي في النص، ما تولعوش الشوايه. هو اول ما يحمر كده من فوق، عشان في ما بيعرفش يسويه، هتلاقوه كده خد اللون الذهبي الحلو ده من ايه، من فوق الوش. طريقه سهله وبسيطه. وعملنا برضو شويه ايه غريبه. لو عايزين تعرفوا الطريقه والوصفه برضو خشوا عندي وانتوا تعرفوا احلى طريقه لعمل الغريبه. مش لازم خالص على فكرة ان انتوا تعملوا بديفور. لو ما فيش عندكم مثلا مقدرة ان انتوا تعملوا، او ما عندكوش الحاجات بتاعته، او ما عندكيش المضرب الكهرباء بتاعك بايظ زي كده ما تصلحش، فهتعملي ايه؟ اهو جبت الغريبة وحطيتها في مربى وشوية فول، شوية فرماسيه، شوية جوز هند، وتشكلي منه غريبة ومنه ايه، صابليه، ومنه بتيفور، اي حاجة يعني. وصفات سهلة وبسيطة. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط واستفدتوا ولو تكاية بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.